بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. حبايبي واخواتي في كل مكان، يا رب تكونوا بألف خير. فيديو النهارده فيديو اليوم ال33 للفراخ بتاعتنا. طبعا بادئين نذبح من اليوم ال30، ذبحنا 10 فرخات. وقلت لكم يا بنات ان انا زودت على 60 كيلو علف 5 كيلو. فطبعا ال5 كيلو على ال8 كيلو اللي كانوا متبقيين عندي، فممكن الفراخ اذبحها على اليوم ال35 يعني. ممكن العلفة اللي عندي تأكلهم يوم كمان. النهارده هنوزن مع بعض الفراخ. طبعا ده الفرخ الفرز او الفرخ المعوق اللي معانا من اول يوم. يعني سبحان الله، انا كنت عايزه ارميه والله العظيم من اول يوم بس سبته. طبعا الفراخ الفرز اخرت لي الدوره. انا ببقى محدده كميه العلف، زودت 5 كيلو علف عشان الفراخ كلها تعدي ال2 كيلو ونص. طبعا ما عدا الفراخ الفرز عشان مهما هتاكليهم هيطولوا معاكي الدوره، وما تعرفيش هيعدوا او لا. فالفرخ ده يعني احنا وزننا مع بعض كان كيلو 400، واللي دبحناهم هما كانوا 3 فرز يا بنات. اللي مش متابعنا من اول فيديو، اللي دبحناهم على كيلو 500 جرام، وده كان لسه كيلو 300 جرام، فما رضيتش اذبحه يا بنات. فالنهارده هقول لكم على اهم السقوات اللي المفروض تنزلي بيها قبل ما تذبحي الفراخ. إيه اللون الفراخ هيبقى ابيض، إيه لحمه الفراخ تبقى وردي، مفيش اي ريحه للزفاره. كمان اي عروق للدم اللي بتبقى موجوده في اللحمه بتتسحب كده من الفراخ، واللحمه يبقى لونها جميل كده وورد يا بنات. السقوات دي بتنضف جسم الفراخ، بتصفي الدم، بتحسن لون الجلد، وكمان بتحسن الطعم بتاع اللحمه، وبتقلل من ريحه الزفاره. السقوات اللي انا بستعملها قبل الذبح عن تجربه شخصيه وتربيه سنين: الخل والليمون والعسل فقط يا بنات. دول اللي هتطلعي بيهم الدورة قبل ما تذبحي الفراخ ب5 ايام اقل حاجة. ممكن تستعمليهم التلاتة مع بعض، او تستعملي الخل مع العسل او الخل مع الليمون، يعني تبدلي بينهم، او التلاتة مع بعض. الليمون طبعا له كمية فوائد كبيرة، وطول الدورة بنتكلم عن اهمية الليمون للفراخ البيضة. بدل احنا بنطلع الفراخ بتاعتنا على اعشاب، فلازم يبقى معانا شوية أعشاب كده أساسيين، ومن ضمنهم الليمون. الليمون بيطهر الأمعاء، وبينظف الجهاز الهضمي، وبيحسن الهضم، وبيقلل من ريحة الزفارة في اللحمة، وبيخلي لون اللحمة بعد الذبح وردي ونضيف. علشان كده بعد ما بتذبحي بتلاقي اللحمة شكلها أحسن بكتير. وكمان الخل يعتبر أساسي، مطهر طبيعي، بيقلل البكتيريا في الأمعاء، بيساعد على تصفية الدم، وده اللي بيخلي العروق الحمراء اللي بتظهر في اللحمة تقل جدا، ومع 3 4 5 6 ايام بتختفي يا بنات. الجلد بيكون لونه فاتح ونضيف، واللحمة شكلها احلى. ومعانا العسل كمان من الحاجات اللي بادئه معانا من اول يوم استقبال للفراخ لحد ما هتذبحي الفراخ: العسل الاسود، وكمان ممكن العسل الابيض. العسل بيدي طاقة للفراخ، فاتح شهية ممتاز جدا للفراخ. يعني بدل بتطلعي فراخك على اعشاب، لازم تبقى عارفة ان في حاجات بتكمل معانا للاخر، وحاجات لازم نتوقف عنها. زي العسل كده معانا من اول يوم لاخر يوم. العسل فوائده كتير جدا، بس بنستعمله بحذر. وكمان بيكون ملازمه اللي هو الدقيق بتاع الرز او مطحون الرز والنشا يا بنات. ده لو انتوا لسه في المرحلة اللي هي من اول يوم اللي قبل ما تذبحي ب5 ايام. انا دلوقتي ما عدتش بضيف اي حاجة على العلف. ممكن اضيف يعني نص بصلاية كده كفاتح شهية، ومش طول الوقت ومش كل يوم. انا بقالي تقريبا دلوقتي 5 ايام مقللة الوصفات جدا، زي ما قلت لكم في الفيديوهات اللي قبل كده، ومقللة الخلطات. تقريبا ما عادش فيه وصفات ولا خلطات عشان انا بذبح. ذبحت ال10 فرخات في يومين، والنهارده كان التالت. اخر فرختين ذبحهم النهارده من اليوم ال30 وال31 وال32 بذبح. والنهارده ال33 الفراخ تحاولي على قد ما تقدري تذبحيها الصبح. ما تكونيش مأكله الفراخ قبل ما تتذبح، يعني اقل حاجه الفراخ تكون جعانه كده ساعتين 3 وبعد كده تذبحي. لكن الميه طبعا قدامهم باستمرار ما تتشالش. الاعشاب بقى اللي لازم نوقفها قبل الذبح اقل حاجه ب3 ايام: اول حاجه الحلبه، وكمان التوم. البصل زي ما قلت لكم لو هتستعمليه بقى بكميات بسيطه ومش يوميا. وكمان الشيح يا بنات، لو بتستعملي شيح لازم توقفيه قبل ما تذبحي الفراخ مش اقل من 3 4 ايام، يعني اكتر من كده.
الحاجات دي بتغير طعم اللحمة وبتسيب ريحة في الفراخ. تمام يا امارات، ولو في عندكم اي سؤال سيبولي في التعليقات وانا هرد عليكم، وربنا يحسن ما بين ايدينا. وزي ما بقول لكم من بداية الدورة لحد النهاردة الفراخ نضفت لها، التهوية بتاعتها مظبوطة، درجة الحرارة بتاعتها مظبوطة، هتطلع معاكي اوزان وافضل من كده كمان، بدون خلطات كتير وبدون ادوية نهائي. بس اهم حاجة تظبطي الثلاث حاجات دول: النظافة والتهوية والتدفئة. الفراخ بتاعتنا اللهم بارك من عمر ال30 يوم، الفراخ واصلة 2 كيلو ونص وكله بالميزان قدامكم. بدأت استكبر الفراخ واذبح يا بنات عشان انا محكومة بالمكان، انا بربي في شقة زي ما قلت لكم، وكمان عاملة لنفسي كمية علف محددة. 3 فرخات الفرز اخروا الدورة عندي، يعني انا ممكن اذبح الفراخ كلها في يوم واحد. الفرخ الفرز بياكل زيه زي الفرخ السوبر وما بيديكيش نفس الوزن، وكمان معرض اكتر لكل الامراض اللي ممكن تواجهها اي دورة فراخ. فطول الدورة بتتعبي نفسك وبتعالجي وكله بيبقى على الفاضي. فانت برضو اهم حاجة ان انت تجيبي فرخ سوبر من مكان مضمون. الخل من الحاجات الاساسية اللي بتكون معاكي من اول يوم لاخر يوم، وبعد اليوم ال20 او بعد اليوم ال15 بتجيبي مضاد السموم البيطري، بحيث ان ما يبقاش فيه نفوق او موت مفاجئ. ما تغيريش العلف بتاعك من شركة لشركة. لما بنغير العلف من شركة لشركة بيبقى الفرخ بتاعنا معرض ان هو يجيله نسبة سموم زيادة، فبتبقي بقى معرضة لأمراض زيادة. مية صفرة في الفراخ، انتفاخ، اللي هو الانتفاخ ده بيكون مية صفرة، وده بيكون بسبب الإجهاد أو السموم الزيادة بتاعة العلف. هتطلعي الفراخ على أعشاب بيبقى بكميات بسيطة جدا يا بنات. الفيديوهات اللي بنسمعها بيبقوا عندهم مزارع كميات كبيرة، فانت بتشوفي معلقة معلقة من كل حاجة، ده معمول ل50 فرخ أو ل100 فرخ، لكن انت بتعملي خلطة ل10 فرخات أو 20 فرخ أو 30 فرخ، فتكوني واخدة بالك من حاجة زي دي. الخلطات ما بنعملهاش طول اليوم، مرة واحدة في اليوم لو نزلنا الحاجات الأساسية بتاعة التسمين، وهي الخميرة والحلبة، طبعا مع العسل وباقي المكونات اللي كنا بنضيفها طول الفيديوهات اللي فاتت، بس كلها بكميات ومش يوميا ومش طول اليوم. يعني انا بعمل الخلطة على كيلو من العلف او 2 كيلو من العلف، هيقعدوا قدام الفراخ ساعتين 3 4 بالكتير. الحاجات البسيطة دي هي اللي بتنجح الدورة بتاعتك وبتخليها قريبة، والفراخ تجيب معاكي اوزان ان شاء الله. تعالوا بقى نشوف الاوزان بتاعتنا النهاردة، ودول اخر 10 فرخات يا بنات، يعني يعتبر اصغر 10 فرخات. ال10 الكبار ما عدا الاتنين الفرز، يعني ال8 الكبار اكبر 8 فرخات انا يعتبر ذبحتهم. صفر الميزان بتاعنا وهنحط الطبق ونحاول يعني ايه نوزن عليه كده وماشي معانا الحمد لله. بس النهارده كان هيبوظ مني يا بنات والله. يعني الفرخ عايز ينتحر ينط من على القفص وما يتوزنش. انا حرفيا كنت بتشاكل معاهم عشان اوزنهم النهارده. يعني ما شاء الله الفرخ كل ما بيكبر خلاص الميزان الصغير ده ما بينفعش معاه، يعني الميزان ده اتكسر مني النهارده. الفراخ بتاعتنا يا بنات ما شاء الله اللهم بارك، يعني بصوا ده 3 كيلو، يعتبر 3 كيلو، 3 كيلو الا جرامات بسيطة. طبعا الميزان طالع نازل عشان الفرخ بيتحرك، والميزان اساسا صغير يا بنات، هو مش بتاع الحاجة، يعني الميزان الصغير ده مش بتاع الاحجام دي، بس ده اللي متوفر عندي. ما شاء الله الاوزان ممتازة جدا على عمر ال33 وال32 ومن اول يوم، والاوزان ممتازة جدا يا بنات اللهم بارك. مع الاهتمام تحافظي على الحاجات اللي قلنا عليها كلها هتاخدي اوزان ممتازة جدا بدون ما تصرفي اي علاجات. يعني انا العلاج او الادوية اللي استعملتها من اول الدورة دي التحصينات ومضاد السموم والتحصينة بتاع الكوكسيديا، اول تحصينة وتاني تحصينة وتالت تحصينة هي حاجة واحدة اللي هي بتاعة الكوكسيديا ومضاد السموم. دي الحاجات اللي انا استعملتها كأدوية طول الدورة، طالعة على اعشاب ومشروبات، وكلها حاجات من مطبخك. ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا. تعالوا بقى كده نشوف الفرخ الفرز اللي احنا سيبناه عشان نشوف يوصل معانا كام لنهاية الدورة. بقى كيلو 600 جرام يا بنات، يعني كيلو 600 جرام رغم كل بقى الخلطات والاعشاب وكل، يعني بصوا انا عملت معاهم كل حاجة لزيادة الوزن. فراخ واصلة معايا على عمر 30 يوم ل2 كيلو ونص. عمر 30 يوم الفراخ الفرز كانت كيلو 300 وكيلو 400. فانت اهم واكبر نصيحة ان انت تجيبي فراخ من مكان مضمون،
فرخ سوبر مش هيتعبك بدون اعشاب ولا اي حاجة. اظبطي النظافة، التهوية، التدفئة، هيطلع معاكي بالاوزان اللي انتوا شايفينها دي. انا ما شاء الله كمان الفرخ ده معدي ال2 كيلو ونص، والله انا ما خدت بالي من الرقم، بس هو معدي ال2 كيلو ونص. عشان الفراخ بتاعتنا كلها يا بنات معدية ال2 كيلو ونص، وفي اللي داخل على ال3 كيلو. مفيش غير فرختين اتنين بس هما اللي 2 كيلو 100 جرام و2 كيلو 200 جرام، والباقي كله ما شاء الله اللهم بارك معدي. فانا كده ان شاء الله هخلص باقي العلفة اللي عندي، يعني ممكن اليوم ال34 وفي بداية اليوم ال35 ابدأ اذبح الفراخ كلها، وبكده يبقى الحمد لله الدورة عدت بسلام من غير اي نافق. اي نعم اتأخرنا شوية وزدنا شوية عن المعتاد، يعني 5 كيلو علف زيادة، بس مفيش مشكلة، الحمد لله انها جت على قد كده. وزي ما انتوا شايفين كده يا بنات برضو الميزان مش ثابت خلاص، هو كان وقع مني وقعة جامدة في الوقت ده، وانا فكرت ان هو خلاص باظ. يعني كان بيتمرجح كده بين 2 كيلو 400 2 كيلو 500 2 كيلو 300. طبعا يا بنات انا قلت لكم ان انا كنت بستكبر وبذبح، يعني انا كنت في اول ما بدأت اذبح من اليوم ال30 كنت بمسك اكبر فراخ اذبحها، بحيث ان انا المكان عندي مش هعرف اوسع اكتر من كده، وكمان خلاص ما عادش ينفع الفراخ كل ما بتكبر ريحتها بتبقى شديدة. يعني ده كمان ما شاء الله 2 كيلو 500، يعني داخل على 2 كيلو 600 جرام، يعني برضو يوم كمان او يومين ويدخل على ال3 كيلو اللهم بارك. ان شاء الله هصور معاكم فيديو كمان، يعني ده مش الفيديو الاخير للدورة، يبقى في فيديو كمان اليوم اللي انا هذبح فيه عشان نشوف الاوزان ونشوف الفراخ الفرز هتوصل معانا لقد ايه، يعني هنشوف الفرخ الفرز هيوصل معانا لكام كيلو. انا عايزه اقول لكم ان وطالع ديك كمان، بس هو فرز مهما هتعملي فيه مش هيكبر معاكي، هيقف عند كيلو 500 كيلو 600 كيلو 700 وستوب، او هتكملي بقى لل45 يوم عشان يجيب معاكي 2 كيلو 2 كيلو جرامات. لكن دورة هتنهيها على 35 يوم بفرخ فرز مش هيجيب معاكي اكتر من كيلو 500 كيلو 600. الفرخ السوبر الفرز الاول الطبيعي على ال30 يوم بيبقى جايب ال2 كيلو 2 كيلو 200، اقل حاجة خالص فيه بتبقى كيلو 800 جرام كيلو 900 جرام. زي ما شايفين يا بنات الفراخ بتاعتنا كلها ما شاء الله معدية ال2 كيلو 400 جرام 2 كيلو 500 جرام، ودول ال10 الصغيرين. تربية الفراخ سهلة جدا بس محتاجة شوية اهتمام. الفرخ السوبر بيديكي دورة قريبة بدون نافق اوزان عالية، دورة ناجحة وسريعة بأمر الله. الفرخ السوبر بيتعبك سواء في التربية، في هتصرفي عليه كتير، هياكل كتير، الدورة هتكون بعيدة جدا، يعني بدل ما تطلعي فراخك على 35 يوم هتطلعيها على 45 يوم ومش هيديك الأوزان دي. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، صلوا على النبي كتير في التعليقات، وانتظروني في فيديو جديد بأمر الله. ولو لسه ما اشتركتوش في القناة ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا اشعار بكل الفيديوهات الجديدة. واتمنى ما تستخسروش في اختكم سوزان اللايك. انتظروني في فيديو جديد بأمر الله، مع السلامة.